طوعت نفسي في دي المرحلة أن أكون أغير من الصورة اللي أنا فيها. كنت أتمنى يقولوا لي تعال الباص يا الفريق الأول. زين. إيه. أنت ليش تأخرت في دخول كرة اليد إلى مثلا 14 سنة؟ فلما طلعت كانوا يقولوا ترى ياسر علي كان لاعب ملاكمة. أكثر لاعبين اللي تكون فيها خطورة لازم ينضرب. هذا الاتحاد كان يعمل بمنهجية وبطريقة، يجي الاتحاد اللي بعده ما يواصل على نفس الخطة اللي اشتغل فيها الاتحاد السابق ويقوم يغير فيها. ليش ما قاعدين نتقدم؟ لأن ما في شغل وين ما صلوا عليه الآخرين. لا أنسب العمل إلي ولا نقول سويت فلان وفلان وفلان. ترى حياة اللاعب ما هي حياة سهلة، من تكوين إلى معسكرات. في رأيك ليش إحنا كده؟ يعني هذه القصة ترى من أكثر من لاعب أنا سمعتها من أنديتنا. لا تنسى أن هذا لاعب خدم عطه مثلا 15 سنة 20 سنة. نلقي الضوء على الفترة اللي دربت فيها منتخب الناشئين وكيف عملك يا الخويلدية الحين. وش المتعب اللي هناك في الخويلدية؟ إن أول ما جينا إن ما في قاعدة. أنا ما بوقف على هذا الحد أو على الهدف اللي تبوه، أنا بروح الحق فوق.